بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أسعد الله أوقاتكم وبارك الله يومكم ويسر الله أمركم، آمين يا رب العالمين. كما شفتوا صورة الفيديو والعنوان، اليوم بإذن الله حبيت نتقاسم معكم طريقتي البسيطة في تجميد ولا تفريز بعض الخضر الموسمية بطريقة مضمونة. طريقة عملية جدا وراح توفر علينا الوقت والتعب، وبدون شك هذه التحضيرات المسبقة راح تنفعنا ياسر، سواء للمرأة العاملة ولا المرأة الماكثة بالبيت، باش نتفادى الوقوف لساعات في المطبخ، خصوصا في شهر رمضان المبارك. في المقابل راح نتفرغ أكثر للعبادات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. بسم الله. هنا بديت بالبسباس، بعد ما نقيه ونحيلو القشرة اليابسة ولا القاسية اللي تجي من الفوق، نغسلو مليح تحت العين، وما نزيد نخليه بضع دقائق في وسط الماء باش ينضف مليح. وفي نفس الوقت ندير كمية من الماء في قدر ولا كسرونة ونحطها فوق النار حتى يغلي لنا الماء. يقطروا مليح، ومن بعد تقسميهم الحجم اللي تحبيه، على 2 على 3 كيما حب. نستعمله في العديد من الوصفات، خاصة السلطات، وبالذات لسلاد شود. الجزر، زرودية ولا السنارية من بين الخضر الموسمية اللي نحب تكون عندي مسبقا في المجمد. راح نقسم الكمية اللي عندي على 3. الكمية الأولى نقطعها مكعبات صغار دي، ممكن حتى نضيف عليها مكعبات بطاطا وشوية جلبانة، ونلقاها جاهزة نهار آخر في تحضير سلطة مسيدوان. ولكن ملاحظة، نهار نهارين ونستعملها، لأن فيها البطاطا وهذه الطريقة غير صحيحة لتجميدها، رايحة كحال. يعني إذا حبيتوا تخبوها لوقت أطول ما تستعملوش معها البطاطا، غير زرودية وجلبانة فقط. الكمية الثانية راح نقطعها دوائر على هذا الشكل، وراح نستعملها في جوازات مع جلبانة، في طواجن كما طاجين الزيتون، زرودية مشرملة، العديد من الوجبات والوصفات الشهية. الكمية المتبقية راح نخليها للعصائر، نقطعها عشوائيا قطع صغار ونضيف عليها كمية من الماء، المهم حتى تتغطى كامل، ونحطها فوق النار حتى يطيب الجزر جيدا. نطفي النار ونخليها تبرد تماما، ومن بعد نحطهم في أكياس الخاصة بالمجمد
مع الماء اللي غليناهم فيه، لأنه مليء بالفوائد والفيتامينات. وعند الحاجة راح نجبد الكيس من المجمد، نديكونجوليه، ومن بعد نرحيهم مع برتقال، ليمون، ويجينا عصير ولا أروع. آخر نوع من الخضار وهو القرنبيط أو الشوفلور. بعد ما نقشره ونغسله جيدا بالماء وقطرة من الخل، راح نضع كمية من الماء فوق النار ونضيف عليه نصف حبة قارص أو ليمون. كي يغلي الماء نطفي عليه ونحط في وسطه حبات أو زهرات الشوفلور. 10 دقائق لا أكثر ولا أقل، ومن بعد نحيه. وبعد 10 دقائق مباشرة نحطهم في ماء بارد، ضروري يكون بارد باش نوقف لهم الحرارة وما يستمروش في الاستواء. بعد ذلك نخليهم يقطروا مليح، وبنفس طريقة البسباس راح نضعهم في المجمد نصف ساعة يشدوا رواحهم قبل ما نديرهم في أكياس المجمد، باش يجونا منفصلين على بعضهم البعض وما يجوناش متلاصقين. ونهار آخر نقدروا نجبدوا العدد اللي نحتاجوا ليه. مع الحرص على إخراج الهواء من الأكياس جيدا باش ما تخسرناش الخضار نتاعنا بالجليد. وكانت هذه طريقتي البسيطة في تجميد أو تفريز بعض الخضار الموسمية بطريقة مضمونة وناجحة. طريقة عملية كما قلت، توفر علينا الوقت والجهد والوقوف لساعات في الكوزينة، خصوصا في شهر رمضان الكريم. نتمنى فيديو تاعنا اليوم عجبكم. نلتقي عن قريب في فيديو جديد، ربما نزيد نشارك معكم بعض التحضيرات المفيدة والعملية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.